جيب السيطة بتاعي جيب السيطة بتاعي ما تعطيهاش خليها نشوفوها. أمس في قلب مدينة العلمة وقفت سيدة منقبة بهدوء تنتظر ابنتها وهي تقرأ القرآن الكريم. مشهد بسيط لكنه جميل. امرأة اختارت أن تقضي لحظات انتظارها في ذكر الله بدلا من الانشغال بالنميمة عند أبواب المدارس. لكن في مجتمعات مغلقة كل شيء غير مألوف يصبح مدغاة للريبة، خصوصا إذا كان من شخص غريب. تحول الموقف إلى قصة، إذ اعتبروا هذه السيدة غريبة عن الحي وبدأوا يميزون، فهم يتعرفون على المنقبة الأصلية والمنقبة الدخيلة حتى من وراء النقاب. أثارت حركتها البسيطة فضولهم: هل تكتب؟ هل تترجم؟ ما الذي تفعله؟ سرعان ما تحول الفضول إلى اتهام والهمس إلى صراخ. انتزع أحدهم الكراسة من يدها وبدأت موجة هستيرية من التهويل: سحر، شعوذة، بلغوا الشرطة. بدأ التصوير واحتشد الناس حولها في هرج ومرج دون تفكير أو استيضاح. كل هذا حدث دون أن يسأل أحد عن أمرها، والحقيقة أنها مغتربة تكتب آيات من القرآن الكريم وتحاول ترجمة بعض الكلمات إلى الفرنسية تفهما لا شعوذة، فقط لأنها أرادت أن تفهم دينها بلغتها وأن تقترب منها. لكنها صدمت بأن أول من صدها هم أولئك الذين يظنون أنفسهم حماة الدين بينما لا يفقهون منه شيئا. تخيل رعبها وابنتها إلى جوارها ترى أمها تحاصر وتهان أمام جموع بشرية. نعيش في مجتمع يخاف المجهول أكثر من خوفه من الجهل. نتجاهل أفعالا وممارسات تخلفية أخطر: الجشع، تفشي ثقافة الاتكال، الرشوة، تفكك منظومة القيم، وتهاوي دور الأسرة. نخاف من السحر لكننا لا نخاف من الجهل. نهاب العين ونغفل أن نصبح نافعين وناجحين لنصاب فعلا بالعين، فنعلق كل تقصير وفشل على أسباب غيبية لا نراها فقط لنريح أنفسنا من الاعتراف بأن المشكلة فينا نحن. من يخاف من السحر بهذا الشكل غالبا لا يقرأ، لا يسأل، لا ينتج، بل يبحث عن شماعة. وهكذا تتحول الغيبيات إلى مخارج نفسية لا علاقة لها بالدين بل بالهروب من المسؤولية. فيديو الأمس جسد سلوك القطيع حين يفقد الفرد عقله ويذوب في غريزة الجماعة، حين يستبدل التفكير بالانفعال والعقل بفوضى العواطف الجياشة. يركضون خلف وهم، يفتشون عن سحر في دفتر، ويصدقون أن امرأة تكتب آية وتترجمها تهدد مجتمعا، ومجتمع كامل يصرخ، يصور وينشر، وكأننا عدنا إلى عصور الظلام. هل هذه هي الأخلاق التي ندعيها؟ هل هذا هو الدين؟ امرأة تحاول أن تفهم القرآن فترعب وتهان وتصور كأنها مجرمة. من يجبر خاطرها الآن؟ من يعيد لها ثقتها؟ من يقنع ابنتها أن أمها لم تكن مذنبة؟ أما الإعلام المفترض أن يعيدنا إلى الطريق فقد اختار النزول إلى القاع، اختار ألا يصنع وعيا، فكثير من الإعلاميين للأسف الشديد لا يملكونه أصلا، فصار يركض خلف الترندات، يضخم القصص التافهة ويعيد تدوير الخرافات بلباس جديد مغلف بالإثارة الرخيصة. وحين يكون الخطاب الشعبي غارقا في السطحية والضحالة يصبح الإعلام انعكاسا له، بدل أن يكون مرآة ترفع من مستواه وتعيد للمجتمع رشده. فيساهم الإعلام في هذا الوضع وتكون النتيجة نبش المقابر وزردات فوق القبور وانتهاك حرمات الموتى. رفع الوعي لا يحدث بضغطة الزر ولا بالتنظير، الأمر يحتاج سنوات من العمل، من إعادة برمجة العقل الجمعي لإعادة بناء ما تهدم في الإنسان الجزائري خلال سنوات الأزمة الأمنية وما تلاها. المدرسة التي كانت بعد 5 سنوات من التعليم تعطينا رجلا يتقن الفرنسية وقادرا على مواجهة الحياة، صارت بعد 15 عاما من التعليم تعطي شابا لا يجيد حتى ملء صك بريدي. الأسرة تفككت وافتقدت دورها وصارت تنتج وترمي، والمهلوسات غزت المجتمع، والإعلام متواطئ، وهذه المنصات زادت من تسريع الجهل.
أكتب هذا لا لأتشائم بل لأنني واقعي. أول العلاج هو تشخيص الداء، ومجتمعنا يحتاج إلى ثورة حقيقية على مستوى الوعي. علينا أن نساهم فيها جميعا، وأول ما علينا فعله وأول ما علينا قوله: أوقفوا هذه المهزلة، وأن نتبرأ مما حدث في العلم ومن كل سلوكيات عصور الظلام، ونبدأ بقرارات فعلية بداية بمن ساهم في التشهير وترويع هذه السيدة، والبقية تأتي لاحقا. والله الحقيقة حبيت نشارككم اليوم واقعة صارت في مدينتي، مدينة العلمة، على الساعة 11 صباحا. يعني واقعة يندى لها الجبين، ونعرفوا حوايج بزاف باللي الجهل مش ماشي في المجتمع، وهذا البروباغوند ميدياتيك هذه تاع السحر وتاع الجنون وين وصلتنا. اليوم حوالي 11 صباحا امام المسبح البلدي، يعني شارع ما نقولوش رئيسي ولكن شارع معروف في المدينة مع المومو هذا تاع العيد. فجأة هكذا هاي امرأة مشعوذة داروا بها الغاشي، راحوا ضربوها، نحاولها هي لابسة الحجاب شرعي النقاب، نحاولها الستار تاعها من وجهها، هاي سحارة، هاي ما نعرف واش، هاو المصحف، هاهم الحروز. وهي كما نقولوا احنا الجهل تاع الشعب يصوروا فيها بالفيديو بالصور، وتلي توصلت وين بعض الجهال ضربوها، وهي مسكينه تطلب غير لهم رجعوا لي الستاره تاعي باش تغطي في وجهها، وكانت تتكلم العربيه بصعوبه. يعني اي واحد يكون عنده عقل يميز باللي هذه مش مشعوذه وماهيش مهبوله انه تجي تسحر في طريق عمومي على 11 تاع النهار قدام الناس كامل. المهم تم الاتصال بمصالح الامن وقتها وجاو داوها حسب مصادر مش مقربه مؤكده. المراه هذه هي مراه مغتربه جات تعقب العيد هنا، ومراه انتيليكتويال، مراه مثقفه، مش لاتيه بالغاشي وعايشه روحها. كانت تمشي، مراه مثقفه تمشي وتقرا في المصحف، وقاعده تترجم المصحف مكتوب كما نقولوا احنا مترجم للفرنسيه، وتحاول تترجم هزه قصاصات ورقيه، تحاول تترجم للغه العربيه. مراه مثقفه تمشي وتقرا. الواقعه انه هذا الطفل مولد 17 سنه كانت خارجه من المسبح البلدي، شافت هذا المصحف وتقرا وتكتب، ولانه هذا الضجه تاع السحور سحور 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 سحور، قالت لهم هاي مشعوذه. يجي واحد ثاني جاهل مع احتراماتنا للخضارين اصحاب الخضر، يجي طول يضرب المراه ويجي ويتلحوا المراه وينحيوا لها على وجهها ويتلم الناس. يعني واقعه يندى لها الجبين ويؤسف لها، عيب في ايام مباركه. شخصيا انا وجعني قلبي، يعني نحكيها لكم وقلبي موجوع، لانه المراه غاضتني. شفت الفيديو المراه كيف تقول ما عطوني غير نغطي وجهي، حتى جاو الشرطه دوك مصادر رسميه اكدت لي انه المراه دي سيده مغتربه كانت تترجم في المصحف، مراه تقرا انتيليكتويال حبه في ايام مباركه قاعده تقرا، يجي غاشي. مع كل احتراماتنا لكل فئه، اكبر فئه من وراهي غاشي مو الشعب. هاي النتيجه، هاي وين لحقتنا لا بروباغوند تاع السحور والجنون. لا اله الا الله محمد رسول الله.